كتير بنسمع عن فكرة إن بعض البكتيريا وبعض أنواع البكتيريا بتكون مقاومة للمضادات الحيوية، وبنسمع إن المضادات الحيوية في الوقت دوت بتبقى تأثيرها ضعيف على بعض أنواع البكتيريا أو بيكون منعدم في أحيان كتير. الموضوع دوت بيشغل العالم كله دلوقتي، لأن لو ضعف تأثير المضادات الحيوية على البكتيريا أو انعدم تأثيرها تماما دي بتكون حاجة بتهدد حياة البشرية، لأن احنا بنبقى في الوقت دوت أي عدوى بكتيرية أو أي إصابة بالبكتيريا هيصعب السيطرة عليها، هيصعب القضاء عليها، وبالتالي أي عدوى هتصيب الإنسان أو هتصيب حتى النبات هيبقى احنا ما نقدرش إن احنا نسيطر عليها. طبعًا في إحصائيات وفي دراسات تمِّت على الموضوع دوّة علشان نقدر إن إحنا نحصُر قد إيه المضادات الحيوية تأثيرها على البكتيريا بدأ ينعدم أو بدأ يقِل أو بدأ يضعف. مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية صُنِّفت سنة 2019 كواحدة من أكبر 10 حاجات مهددة لحياة البشر. الإحصائيات بتقول إن أكتر من 4.95 مليون حالة وفاة بسبب بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. وأكتر من 1.3 مليون حالة وفاة بسبب إصابة مباشرة ببكتيريا مضادة للمضادات الحيوية أو مقاومة للمضادات الحيوية. كمان الدراسات والأبحاث بتقول إن سنة 2050 لو ما حصلش حد للموضوع دوت أو ما قدرناش إن احنا نوقف الموضوع ده عند حده، هتوصل حالات الوفاة لحوالي 10 مليون حالة وفاة. طبعًا فكرة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية دي ممكن تكون من خصائص بعض أنواع البكتيريا، يعني هو أمر طبيعي إن في بعض أنواع البكتيريا بتقاوم نوع أو 2 من المضادات الحيوية أو أكتر كمان من 2، لكن المشكلة إن في بكتيريا أنواع كتير منها بدأ إنها تنتشر في العالم كله بتقاوم المضادات الحيوية بمختلف أنواعها، يعني مش بس نوع أو 2 أو أكتر من كده أو حتى نوع واحد أو 2 من البكتيريا، لأ في أنواع من البكتيريا كتير بدأت إنها تكون بتقاوم المضادات الحيوية. طب يا ترى إيه السبب اللي يخلّي البكتيريا تقاوم المضادات الحيوية؟ تزايد أعداد البشر ممكن يكون سبب في إنه بتكثر أو بتنتشر أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. الحاجة التانية الاستخدام الخاطئ طبعًا للمضادات الحيوية من قِبَل البشر، الناس بتستخدم المضادات الحيوية بشكل خطأ جدًا، بتستخدمها بشكل عشوائي بدون جرعة محددة طبية أو وصفة صحية من الطبيب، بدون ما تكون عارفة النوع المعين اللي هي محتاجاه من المضاد الحيوي للبكتيريا اللي هي مصابة بيه، فالاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية بدأ إن هو يعمل مقاومة للمضادات الحيوية داخل الخلايا البكتيرية. فطبعًا بدأت الدراسات تلاحظ إن في بعض وجود بعض المضادات الحيوية موجودة في المخلفات المائية زي مياه الصرف الصحي مثلًا، زي مياه صرف المستشفيات، زي بعض المياه الطبيعية زي الأنهار، المحيطات، البحار، وده شيء غريب جدًا إن يكون في نسبة من المضادات الحيوية موجودة في المخلفات المائية دي، وده معناها كثرة استخدام المضادات الحيوية والعشوائية في استخدامها من قِبَل الإنسان أو من ناحية البشر، فدوّة ممكن إن هو يكون عامل من عوامل وجود بكتيريا كتير، أنواع كتير من البكتيريا بتقاوم المضادات الحيوية. طب هو إزاي أصلًا البكتيريا اللي بتكون مش مقاومة للمضادات الحيوية بتتطور أو بتتحور علشان تصبح إنها مقاومة للمضادات الحيوية؟ ده موضوع البحث اللي هنتكلم عنه النهارده. بس قبل كده إحنا محتاجين نقول نقطة إنه استخدام المضاد الحيوي أو الأنتيبيوتيك بشكل مش صح، بشكل مش صحّي، مش طبّي، بدون وصفة الطبيب، بدون ما الطبيب يكون قايل لك الجرعة المناسبة ليك، ده بيساهم في زيادة الأزمة في إن أنت تسبب أكتر أزمة ممكن تكون بتهدد حياة البشر في العالم كله، مش حياة بس إنسان أو حياة مكان بسيط، لكن البشر في العالم كله بتهدده فكرة إنه في بكتيريا بتقاوم المضادات الحيوية، والبكتيريا دي بتنتشر وبتنقل الخصائص دي أو بتنقل الخاصية دي من بكتيريا لبكتيريا أخرى، من نوع لنوع آخر، بحيث إن بقى عندنا عدد كبير من البكتيريا بتقاوم المضادات الحيوية في الوقت الحالي. البحث اللي بنتكلم عنه النهارده في فرنسا، في الوكالة الوطنية للصرف الصحي في فرنسا، لإنه سجّلت تركيزات عالية جدًا لقوها من المضادات الحيوية في مياه الصرف الصحي في فرنسا، في بعض الأنهار الفرنسية، في بعض المخلفات المائية في فرنسا، وبالتالي بدأوا ياخدوا بالهم إن البيئة عامل مهم جدًا في خطورة نقل جينات مقاومة المضادات الحيوية في البكتيريا. بدأوا يلاحظوا الحكاية دي في الدراسة ديّة ويلاقوا إن البيئة مهمة جدًا في نقل الجينات دي، لكن مش بس البيئة المائية أو مخلفات الصرف الصحي أو ما شابه ممكن إن هو يكون له خطورة في نقل الجينات دي، لكن البحث اللي بنتكلم عنه النهارده كمان قال إن العوامل الجوية وأهمها السُحُب، البحث بيتكلم عن السُحُب بشكل مخصص، إن هو ممكن ينقل الجينات المقاومة للمضادات الحيوية، ودي حاجة بتشكل خطورة
كبيرة جدًا على حياة البشر، لإن السُحُب بتنتقل من مكان لمكان، من بلاد لبلاد، ممكن تنتقل عبر القارات كمان، فإنها تكون بتنقل جين مقاوم للمضادات الحيوية دي حاجة بتهدد حياة الإنسان. طب الأول إحنا عايزين نتكلم إزاي البكتيريا بتقدر إنها تقاوم المضاد الحيوي. البكتيريا بتعمل ميكانيزمات كتير جدًا علشان تقاوم المضادات الحيوية، لكن إحنا ممكن نتكلم عن أهم ميكانيزمين أو أهم طريقتين أو أهم الخطوات اللي بتستخدمها البكتيريا علشان تتحور وتتطور وتقاوم المضاد الحيوي. أول ميكانيزم إن هي بتكون عن طريق إنها بتوقّف تأثير المضاد الحيوي. إزاي توقّف تأثير المضاد الحيوي؟ إنها بتعمل تغيُّر في الشكل البيولوجي عن طريق إنزيمات هاضمة بتغيّر المواقع أو الشكل البيولوجي بتاع الخلية، فالمواقع اللي المضاد الحيوي بيقدر إن هو يخترق الخلية عن طريقها أو يقضي عليها عن طريقها بتتغيّر، وبالتالي المضاد الحيوي ما بيقدرش يدخل للخلية أو إن هو يتعامل معاها أو يقضي عليها. ده أول ميكانيزم. الميكانيزم التاني إن هو بيمنع دخول المضاد الحيوي أصلًا لداخل الخلية، وبالتالي في الحالتين في ال2 ميكانيزم أو الطريقتين أو الميكانيزمين الاتنين اللي بتستخدمهم البكتيريا في إنها تتطور وتتحور و تقاوم المضاد الحيوي، في الاتنين المضاد الحيوي ما بيقدرش إن هو يدخل للخلية أو يخترقها أو يقضي عليها أو حتى يضعفها، بيبقى هي في مأمن وبعيد خالص عن تأثيره عليها. ال2 ميكانيزم دول أو الحالتين دول أو الطريقتين دول بيكون مسؤول عنهم جين هو اللي بيسبب مقاومة المضاد الحيوي ده. الجين ده بيبقى موجود في المادة الوراثية للخلايا البكتيرية، لكن البحث اللي بنتكلم عنه النهارده إن الجين دوّة ما بيبقاش موجود بالطبيعة أو بالأساس في بعض أنواع البكتيريا، لكن بينتقل إليها. المُقلق أو المخيف إن هو بينتقل إليها عبر البيئات اللي حوالينا. إحنا عارفين إن الجينات ممكن تنتقل عبر بيئات كتير، يعني ممكن تنتقل عبر البيئة المائية زي ما قُلنا الأنهار والمحيطات والبحار، ممكن تنتقل لمّا الإنسان يُصاب بمرض معيّن أو ببكتيريا معيّنة، لمّا ينتقل من إنسان لإنسان يحصل حالة التحوّر دي، لكن البحث اللي بنتكلم عنه النهارده الخطورة فيه إن ممكن العوامل الجوية هي اللي تقوم بنقل الجينات دي، وزي ما قُلنا إن هم اتكلموا عن السُحُب بشكل أساسي إن هي ممكن تنقل جين مقاوم للمضاد الحيوي من بكتيريا لبكتيريا تانية. طبعًا الطريقة دي طريقة انتقال الجين عبر السُحُب أو عبر الظواهر الجوية، دي كانت أغرب طريقة ممكن العلماء إن هم يكتشفوا إن الجينات بتنتقل عن طريقها، كانت طريقة ما بتخطرش على بال حد إن ممكن السحاب اللي ماشي اللي فيه المطر ده ينقل جينات بتكون مقاومة للمضادات الحيوية، وبالتالي هو أكيد بينقل جينات تانية، لكن ده الجين اللي إحنا بيمثل لنا أزمة مقاومة المضادات الحيوية اللي البكتيريا بتتمتع بيها لمّا بتكون عندها الجين ده. الدراسة دي تمت في فرنسا سنة 2022 يعني من سنتين مش بعيدة. بدأت تثبت الدراسة ديّة إن الظواهر الجوية زي الرياح والأمطار، قطرات المطر والسحب بتنقل جينات من بكتيريا لبكتيريا. الدراسة تمت على عينات مختلفة من هواء السحب من مناطق مختلفة ومتباعدة، لإن هنعرف دلوقتي ليه ومتباعدة، لإن إحنا هنلاقي تطابق في الجينات في الأماكن اللي بعيدة عن بعضها. فهُم بدأوا ياخدوا عينات من هواء السحب من أماكن مختلفة ومتباعدة عن بعضها، بتبعدها مسافات طويلة، وكمان في مواسم مختلفة، يعني بدأوا ياخدوها في فترات في الشتا مثلًا، في الصيف، في الربيع، في الخريف، بحيث إن هُم يقدروا يعرفوا إمتى بتكون أكتر وقت بيحصل فيه الانتقال ده. طبعًا الهواء بتاع السحب بدأوا إن هُم يعملوا عليه بعض العمليات المعملية علشان يحصل تركيز معين للهوا وتكثيف وعمليات معملية عشان نقدر إن إحنا نحصل على العينة بتاعة هواء السحب نقدر إن إحنا نتعامل معاها في المعمل. وابتدوا إن هم يعملوا فصل للمادة الوراثية للميكروبات الموجودة في هواء السحب ده، للميكروبات الموجودة في قطرات المطر اللي هم أخدوها كعينات من أماكن متفرقة زي ما قُلنا ومتباعدة. لقوا في المادة الوراثية اللي قاموا بفصلها من السحب دي أو من قطرات المطر، لقوا نسبة مرتفعة جدًا من الجينات المقاومة للمضادات الحيوية. كانت النسبة الأكبر في شهر نوفمبر، وكانت النسبة الأقل في شهر أكتوبر وشهر إبريل. فلو نلاحظ إنه كانت النسبة الأكبر في فصل شتا، والنسبة الأقل كانت تقريبًا في الربيع والخريف. لمّا بدأوا يدرسوا على الجينات دي لقوا إن بعض الجينات مقاومة لنوع أو 2 من المضادات الحيوية، وبعض الجينات التانية كانت متعددة المقاومة، يعني بتقاوم المضادات الحيوية تقريبًا بجميع أنواعها اللي تم الدراسة عليها أو تم الكشف عليها عن طريق الجينات دي. كمان لقوا إن النسبة بتاعة الجينات دي إحنا قُلنا إنها نسبة مرتفعة في نوفمبر، هي بتختلف حسب اختلاف الموسم، حسب اختلاف المناخ، حسب اختلاف سرعة الرياح، وحسب اختلاف درجة الحرارة، فكل الظروف المناخية دي بتأثّر على نسبة الجينات الموجودة في المادة الوراثية اللي هم قاموا بفصلها دي. طيب النقطة المهمة في البحث بتاعنا إن هم لقوا بعض الجينات اللي في المادة الوراثية دي
بتتطابق في الأماكن المتباعدة، يعني هيلاقوا جين مقاوم للمضادات الحيوية في منطقة معينة، في العينة اللي هم خدوها من منطقة بعيدة جدًا لقوا الجين ده بيتطابق، معنى كده إن الجين انتقل من المنطقة دي للمنطقة دي، ولقوا إن الانتقال ده تم طبعًا عن طريق هواء السحب، فدي أصبحت بالنسبة لهم فكرة خطيرة جدًا إن السحاب ينقل الجينات بالشكل ده، لإن السحاب زي ما إحنا عارفين بينتقل عبر القارات والبلاد ومش ما فيش حاجة بتوقّفه أو ما فيش حاجة بنقدر إن إحنا نسيطر على المكونات اللي جواه أو المواد الوراثية اللي هو أصبح إن إحنا عارفين إن هو بينقلها بالشكل ده. كمان الرياح لمّا بتكون جامدة، لمّا بتكون عالية بتقدر إنها تحرّك السحب لمسافات طويلة وتنقلها من أماكن من مكان لمكان، فده بيهدد حياة البشر فعلًا في العالم كله. زي ما إحنا قُلنا مش دي الطريقة الوحيدة اللي بتنتقل فيها الجينات أو بتنتقل فيها المادة الوراثية من نوع من أنواع البكتيريا لنوع تاني، قُلنا ممكن عن طريق البيئة المائية، أنهار، بحار، محيطات، قُلنا عن طريق ممكن المخلفات المائية، عن طريق إن هي تنتقل من إنسان لإنسان فيحصل عملية تحوّر أو عملية انتقال للجين، لكن الحاجة المخيفة في موضوع انتقال الجينات عن طريق الظروف الجوية دي، إن يصعب السيطرة عليها، أنا ما أقدرش إن أنا أسيطر على الرياح وأعرف هي بتنقل إيه، أو أسيطر على السحب أو أسيطر على قطرات المطر، وهي حاجة موجودة في الجو بتنتقل من مكان لمكان من غير ما الإنسان يقدر إن هو يسيطر عليها، أو إن هو يشوف إيه مكوناتها اللي بتنقلها، فيقدر إن هو يحافظ على الجينات المقاومة للمضادات الحيوية دي يسيطر عليها، أو إن هو ما يخلّيهاش تنتقل من مكان لمكان، وبالتالي ممكن الجينات دي تنتقل من نوع معين من أنواع البكتيريا لنوع تاني يكون أصلًا ما عندهوش الخاصية دي، ما فيهوش خصائص مقاومة المضادات الحيوية، فتنتقل إليه، فيبقى صعب السيطرة عليها أو صعب إن أنا أقاومها أو أعالجها بالمضاد الحيوي. طبعًا إحنا زي ما قُلنا البحث دوّة تم سنة 2022 هو بحث جديد لسه ما قدرناش إن إحنا الحاجة اللي إحنا اكتشفناها دي أو اللي إحنا عرفناها دي إن إحنا نقدر نعرف بالعلم إزاي نسيطر عليها علشان نقلل من الأزمة بتاعة إنه في مضادات حيوية تأثيرها ضعيف على أنواع معيّنة من أنواع البكتيريا أو ما عندهاش تأثير أصلًا، إزاي إن إحنا نسيطر على فكرة إن الجين ده ينتقل لأنواع أخرى من أنواع البكتيريا بنكون إحنا خلاص بنقضي عليها بالأدوية وبالمضادات الحيوية، لكن في لحظة انتقال الجين المقاوم للمضاد الحيوي ده لنوع من أنواع البكتيريا اللي إحنا كنا بنقدر نسيطر عليها، في اللحظة دي مش هنقدر نسيطر عليها، الأزمة هتزيد، وفعلًا زي ما قُلنا إن الحكاية دي لو ما وقفتش هتبتدي إنها تتزايد الأعداد بتاعة حالات الوفيات اللي بتكون بسبب البكتيريا المقاومة للمضاد الحيوي، وإحنا كبشر نقدر إن إحنا نساهم في حل الأزمة ديّة أو نساعد في إن الأزمة دي تخف وطئتها شوية، إن إحنا نستخدم المضادات الحيوية بشكل في شوية ترشيد إن إحنا لازم يكون عن طريق استشارة طبيب، لإن الطبيب بيقدر يعرف المضاد الحيوي المناسب للعدوى البكتيرية اللي عند الإنسان، يقدر يعرف كمان الجرعة اللي الإنسان المفروض ياخدها، بحيث إن هو يقضي على البكتيريا وما يحصلش أي نوع من أنواع التحوّر اللي ممكن يخلّي البكتيريا تصبح أكثر شراسة في الحالة دي. فإحنا محتاجين إن إحنا ناخد بالنا كويس جدًا وإحنا بنتناول المضاد الحيوي، لازم يكون تحت إشراف طبيب، لازم جرعته تكون تحت إشراف طبيب، علشان تبتدي الأزمة دي إنها تخف شوية، أو إن إحنا نعرف نتعامل معاها بشكل علمي، ونقدر إن إحنا نحجّم شوية انتقال الجينات من بكتيريا لأنواع أخرى من أنواع البكتيريا اللي ممكن تكون ما عندهاش الجين ده.